لك ازاي استروب هيخلي الاهلي في التوب. يلا بينا يلا بينا. بص يا معلم، استروب اللي هيخلي الاهلي في التوب اكيد اول ماتش ليه هيلعب بخطة 3-5-2. 3-5-2 يعني هيلعب اكيد يعني في حراسة المرمى بمحمد الشناوي، 3 في الدفاع. لو انتوا فاكرين اللي احمد رضا كان بيلعب في بتروجيت مدافع برضو، احمد رضا اساس اللي هو نص ملعب بس برضو كان بيلعب مدافع، فهو اكيد هيلعب باحمد رضا في الدفاع. 2 بقى جنب احمد رضا في الدفاع هيكون ياسين مرعي وياسر ابراهيم. اما 5 قدام 2 في نص الملعب هيكون مروان عطية ومحمد علي بن رمضان. على اليمين بقى احمد السيد زيزو، وعلى الشمال هيكون محمود حسن تريزيجيه. تمام. قدامهم لاعب في صناعة اللعب. مين بقى اللي هيلعب في صناعة اللعب؟ اشرف بن شرقي. ايوه، اللي هيلعب في صناعة اللعب اشرف بن شرقي. اصلا اشرف بن شرقي تلاقيه بيلعب مهاجم، تلاقيه بيلعب جناح شمال، تلاقيه بيلعب في اي حته. فاشرف بن شرقي هو اللي يلعب في صناعه اللعب، و2 في الهجوم مع بعض محمد شريف وجراتيشار. فانت قولي، هل ستروب هيخلي الاهلي في التوب ولا هيخلي الاهلي في النازل؟